لاحظت حاجة غريبة قوي، وهي ان انا لما بتكلم مثلا مع ذكاء اصطناعي او كده، وببقى مثلا محتاجة منه يشرح لي حاجة، وببقى بنتكلم في نقطة معينة، بقعد اشجعه واقول له انت مبدع، انت مش عارف ايه، انت هتقدر تعملها. ولاحظت العكس احنا بنعمله مع نفسنا، نقعد نقول لنفسنا انت فاشل، انت مش توصل لحاجة، وكل الكلام السلبي اللي في الدنيا بنقوله لنفسنا. بس النهاردة جاية مش عشان اقول لنفسي كلام سلبي، جاية عشان اعمل حاجة واحدة بس، اهدي الفيديو ده لنفسي. اهدي لنفسي. السلام عليكم. فيديو غريب، وزي ما سمعت كده هو اهداء لنفسي. الفترة دي صعبة جدا من حياتي، الكلام ده انا محتاجة اسمعه، ويمكن حد تاني زيي فمحتاج برضو يسمعه. الفترة دي داخلة على فاينل، لكن مش دي المشكلة، المشكلة اكبر بكتير. أه... تعبانة جامد جدا، لدرجة ان انا مبعرفش انام بالليل اصلا من كتر الالم. والفكرة ان مع التعب ده المفروض انت تذاكر عشان انت داخل على فاينل، اول امتحان يوم الاثنين، ويبقى عليك امتحان اثنين وخميس، وحوار كبير كده، اللي هو انا ادفع من كده بكتير يا جماعة والله. انا ادفع من كده بكتير، وفي نفس الوقت انت مش عارف تنام. مش م... وطبعا الناس اللي ما بتعرفش تنام، يعني سواء ارق والالم برضو مش عارف ينامها زي كده، فالليل بيبقى عليها طويل، وفي نفس الوقت انت مش قادر تعمل حاجة ونفسك تنام، فانت راقد على امل ان انت يوما ما ساعة ما وقتا ما هتنام ان شاء الله يعني. فالليل فعلا زي ما استاذ قصي كان بيقول لنا، الليل على اهل البلاء طويل. فانا جايه اهدي الفيديو ده لنفسي، لاي حد بيحاول، وهدي برضه لناس صاحبتي، ندى اللي عمالين ايه، اللي هو صياح، انا اصيح شويه وهي تصيح شويه، انا تعبانه شويه وهي تقول لي والله انا تعبانه انا كمان، اللي هو عمالين نصيح. بس بهدي الفيديو ده لينا ليه بقى، يعني ليه؟ اعتقد ممكن محدش اصلا يسمعه، بس انا هبعته لندى. بهديه لينا ان احنا لحد دلوقت بنحاول، مش بنحاول كأبطال، مش بنحاول اللي هو تذاكر 10 ساعات في اليوم، بنحاول على قد امكانياتنا. حتى لو هنخلص محاضرة واحدة، حتى لو هنذاكر نص ساعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فدام احنا بنحاول نعمل اللي علينا، طبعا بنقصر اوقات كتير، بنقصر كلنا، بنقصر عادي، بس كنا احنا بنحاول في ظروف صعبة، في وسط الام كتير جدا، وكل واحد طبعا عنده ألمه، كل واحد عارف ألمه دلوقتي وهيفتكره دلوقتي وهو بيسمع. فدي حاجة كبيرة جدا عند ربنا عز وجل، ربنا بيأجرنا على السعي، وغير كده ربنا شايف تعبنا واحنا تعبانين، وبالرغم من كده بنحاول. جاي اهديلك الفيديو ده واقولك ان انت مش فاشل، انت بتحاول. متقولش لنفسك انا فاشل. إيه اصلا احنا في ديننا مفيش حاجة اسمها فشل، احنا في ديننا اخفاق، في تعثر، بتتعثر وتقوم، تقع وتقوم. كلمة فشل دي ايه؟ الفشل دي ان تفتح عينيك فتجد نفسك في حفرة من حفر النار، كل ما عدا ذلك اخفاق. فبلاش تقعد تقول والنبي لنفسك بقى انا فاشل، انا مش نافع. عارفين لدرجة ان انا يعني كنت بفكر، يعني جات بالليل في دماغي كده فكرة، اللي هو وانا مش عارفة انام، اما انا بقى ما انت مش عارف تنام بقى هتعمل ايه؟ تضيع وقتك في ايه؟ في التفكير الزائد بقى، اوفر ثينكينج، يلا بقى نفكر. اما انا اقول لنفسي طيب ماشي وبعدين، يعني انا تعبانه دلوقتي والمذاكره ومش عارفه اعمل ومش عارفه اسوي والكلام ده كله، طب انا هقدر بعد كده ازاي اشتغل في المهنه اللي انا فيها دي؟ طب انا هقدر اعمل ازاي؟ لسه اسكتي اسكتي شويه. اللي هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ارحمي نفسك. فلقيت نفسي لا، فعشان كده بعمل الفيديو ده لنفسي وليكم. عايزه اقول لكم انتوا مش فاشلين، والله انتوا ما فاشلين، احنا محاولين. احنا في الدنيا دار ابتلاء، ربنا عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. احنا بنعيش في مشقة، دار ابتلاء، كل واحد بيكابد فيها ألم معين، واختلفت الآلام وتنوعت الآلام، لكن في الأول في الآخر هو ألم، أيا كان ايه هو الألم. وجاي اقول لي برضو عشان وقت الألم ممكن تلاقي نفسك لو شفت حد بيضحك تروح يعني حاسده. فليه طيب؟ لا، هو حتى لو قدامك كده، لكن في الأول وفي الآخر احنا
كل واحد عنده ألمه الخاص بيه. دايما بقول الجملة: النفوس أسرار، البيوت أسرار، كذلك النفوس أسرار. كل واحد جواه حاجة ما بيقولهاش. حتى لو قال أنا تعبان زي ما أنا بشتكي كده، أنا مش بشتكي بس بقول لكم يعني، بفضفض أو حاجة شبه كده، بس طبعا مش هطلع أقول أنا كذا كذا يعني، خلاص يعني. بس بقول لكم ان احنا بنحاول. انا بجيبها لكم من واقع اللي انا فيه، مش هقعد احكي لك عن حد تاني. انا اي حاجه بتكلم فيها في القناه ببقى حصلت معايا او حصلت مع حد شفته، او تجربه حياتيه. مش بقعد اهري لك واقول لك انت بطل خارق وانت كذا وانت كذا. لا، ده احنا بنحاول وبنقع وبنتعب وبنقوم، احنا بشر. دايما بقول احنا مش ملايكه عشان ما نغلطش، انت بشر هتغلط، هتذنب، لكن بعد كده تتوب، تقوم تاني، تستغفر، ترجع لربنا عز وجل، تفتكر ان دي دنيا من الذنوب، تفتكر ان في جنة، تفتكر ان آلامك دي هتاخد عليها اجر. اوقات بسأل نفسي اللي هو انا ليه مكملة لحد دلوقتي؟ مش مكملة على القناة، مكملة في حياتي اصلا عامة لحد دلوقتي. بسأل نفسي السؤال ده، يعني انا بقولوش لو اي اجابة دنيوية هتجاوب عليها فانت مش هتكمل، انا اسفة يعني. اي اجابة دنيوية مش هتستحق الألم اللي انت بتعيشه ده خالص. بس انا بفتكر حاجة واحدة، ان الدنيا فانية، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مش جايين عشان نخلد فيها، احنا جايين عشان في جنة، وبفتكر ان الجنة خير وابقى. ففي الاخر، في الاول وفي الاخر، احنا عزاؤنا انها دنيا نودعها، وكل ما من كان فوق الارض مرتحل. احنا بنتعزى اصلا بالجنة، ان في جنة، ان في بعد كده الحسنى وزيادة، في رؤية ربنا عز وجل. سبحان الله، يعني لولا ان في جنة احنا ما كناش هنقدر نكمل اصلا. فجاي يقول لك: إذا كنت تعاني فاعلم أنك لست وحدك، إذا كنت تتعافى فاعلم أنك بطل، إذا كنت سقطت فاعلم أنك تستطيع النهوض، وإذا كنت تقرأ هذه الكلمات فاعلم أن الأمل موجود دائما في كل مكان، في كل قلب. سلام الله عليك غيث. ولو كنت بتسمع لحد هنا فانت يعني مش من الناس اللي لسه بتتغر بالمحتوى التافه، يعني من الناس اللي لسه عايشة بجد. مش عارفين، احنا بنشوف المحتوى التافه بيبقى هو المتصدر لينا جدا. المحتوى التافه زي ايه؟ مش شرط اللي هو تافه يطلع يعمل لك حاجه تافهه، ده الفكره في المحتوى التافه بقى اكبر من كده بكتير. بقى يدخلوا يصوروا من جوه بيتهم. الموضوع بقى يا جماعه ايه بجد اللي بيحصل ده؟ يعني حاجه صعبه جدا ورخمه جدا وغبيه جدا، واحنا بنسمع واحنا بنشوف واحنا بنقارن، وانت بتدخل فاهم. فاللي هو على ايه ده كله؟ فاللي كنت عايزه اقوله يعني ان انت ما تندمجش قوي مع الحاجات اللي زي كده، ما تندمجش قوي مع حياة الناس التانية. حاول تركز على حياتك انت. اه، لو تعبان اطلب المساعدة، لو محتاج تطلب المساعدة في اي حاجة اطلب. ان انت تطلب المساعدة مش عيب، احنا بشر، كل واحد فيه نقص من جهة معينة، واحنا في الاول وفي الاخر بنكمل بعض. وربنا عز وجل قال: وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. كلنا بنكمل بعض، يعني احنا كلنا بشر، كل واحد عنده نقص معين، بنكمل بعض في الاول وفي الاخر. فما تتكسفش تطلب المساعدة. شوف لو انت وصديقك ممكن تكملوا بعض، لو انت واخوك، انت واختك، حاولوا تبدأوا يعني تساعدوا بعض، بدون ما يبقى الموضوع شكوى اكتر. لان انا لاحظت لو قعدنا نشتكي كتير، طب ماشي، في الاخر، في الاول وفي الاخر احنا ما فيش حاجه بتتحل. يعني احنا لازم نشوف حل، نشوف وسيله نساعد بيها نفسنا. لان انا اسفه يعني، هي مشكله مش هتحل نفسها، هو لازم ان احنا نبدا، فاهم، نبدا نطلب المساعده. انا والله ما عارفه، انا عماله بتكلم في كلام ملوش اي علاقه ببعضه، بس ما علينا. يعني زي ما انا لسه طالبه المساعده كده اهو، لسه مش قادره اعمل لنفسي حاجه اشربها، قلت لحد تاني يعمل لي حاجه اشربها. بس الموضوع ابسط من كده والله. بس احنا عارف اللي هو عارفين نقطه الكبر الخفي زي ما دكتور عبد الرحمن الهاشمي بيقول عليه. احنا عندنا كل واحد فينا عنده شويه كده من الكبر الخفي، اللي هو انا هبقى تعبان، انا ما اطلبش من حد المساعده، او نتكبر كمان ان احنا نبان ان احنا مش كويسين، فاهم. اللي هو مش قدام كل الناس، اقصد المفروض في ناس عادي ان انت تبان قدامهم مش كويس، عشان انت هتحتاج تطلب المساعدة. وخاصة لما تبقى في اضيق الحالات ان انت تطلب المساعدة. طلب المساعدة مش عيب، ده العيب ان احنا نفضل قاعدين متكتفين، لا بنعمل حاجة لنفسنا ولا بنخلي ممكن حد تاني يساعدنا.
بس خلي بالنا انت لما بتطلب المساعده انت مش تبقى عالي على غيرك. اوقات انا بفكر كده، يعني اوقات انا بقول ايه في جانب ما، يعني بحس ان انا لا، انا مش هبقى حمل على حد او هبقى تقل على حد او كده. بس لما برجع كذا حد قال لي بقى احنا بنطلب المساعدة ليه؟ مش عشان نبقى حمل على حد طول الوقت، لا، ده عشان اللي يساعدنا ده يخلينا ان احنا بعد كده خلاص هو ساعدنا في مرحلة ما، وقتا ما، نص ساعة، ساعة، يوم، اسبوع، شهر، ايا كان نوع المساعدة اللي طلبناها، خلاص الحمد لله طلبنا المساعدة. هو ده بيساعدك انه هيبقى رفيق شوية يمسك في ايدك لحد ما انت تقدر بعد كده تعتمد على نفسك. بس انت مش بتطلب المساعدة ان انت هتبقى على طول على غيرك. فاهمين قصدي؟ ان شاء الله تبقوا فاهميني يعني. ماشي. هنشوف بس شوية اقتباسات وفيديو صغنون كده في الاخر، مش انا اللي عاملاه الصراحة، وبس واقفل معاكم يعني. بس no hero without wounds، لا بطل من غير جروح، لا يغلبن لطفه خوفي. افتكر كل مرة ربنا عدت بكرم ربنا عز وجل علينا وبلطف ربنا عز وجل علينا، مش بتعدي بمجهودنا. ربنا عز وجل قال لنا توكلوا عليا واسعوا واعملوا اللي عليكم قدر وسعكم وخلاص. احنا في الاول وفي الاخر احنا مش بننجح بينا ولا بننجح بالاسباب، احنا بننجح بالتوكل على الله ثم الاخذ بالاسباب. وفي الاول وفي الاخر احنا عندنا فلاح، ما عندناش كلمة الفشل في قاموسنا، عندنا كلمة اخفاق. وكل اخفاق بيعلمنا ان احنا ندخل مرحلة جديدة مش بالصفر، لا احنا بناخد خبرة من الاخفاق ده. بس ميدانكم الاول انفسكم فاذا انتصرتم عليها كنتم على من سواها اقدر. الاستاذ محمد درويش بيقول جزء يقاوم وجزء منهار وجزء لا يبالي وجميعهم انا. عادي جدا، تقبل ده. والتقبل هو اول خطوة من خطوات اصلا ان انت تعالج مشكلة ما، ان انت تتقبل اصلا وتعترف ان انت عندك مشكلة. تمام. رفقا بنفسك فما زلت تتعلم وتفهم وتتغير. رفقا بنفسك، ما تقولش لنفسك كلام سلبي. الكلام السلبي زي ما قلنا 100 مرة قبل كده احنا بنسمعه من بره، احنا مش محتاجين نقول لنفسنا كلام سلبي. قول لنفسك كلام ايجابي، شجع، استعن بالله، قول لنفسك باذن الله عز وجل هتعدي بكرم ربنا، ثم اني هحاول على قدر وسعي حتى لو محاولات بسيطه جدا. المحاولات الخجوله والتفاصيل الصغيره ربنا شايفها وربنا بيأجرنا عليها، فالحمد لله ان نعبد ربا يأجرنا على التفاصيل. ودي بقى حاجه كوميدي شويه اللي هو مره تراي ومره كراي وهي ماشيه كده وهي ماشيه كده. ماشي. دي حاجه تقولك بلطف الله ستمضي، بلطف الله، بكرم الله، بعفو الله أعدك ستمضي. لن أقول لك ثق بي لكن سأقول لك تذكر ألم تمضي برحمة الله من قبل وحين قلت أنها مستحيل. لا مستحيل مع الله، لا مستحيل مع الله يا صاحبي. سلام الله على قلبك أينما كنت وفي أي مكان أنت. غيث. كلام ليا وليكو. ادعوا لي كتير كتير على قد ما تقدروا، يعني اصلا لو حد بيسمع لحد هنا والله العظيم ده انت بطل وانتي بطل اللي بتسمعي لحد هنا. عارفه ان محدش هيسمع لحد هنا الا انا اصلا، بس عادي مش مشكله، انا اصلا بعمله عشاني. ولو حد تاني سمعه وربنا جعل في كلامي ده حاجه طبطبه لي او مواساه لي او ان هو يتصبر بالكلام ده، فربنا يجعله في ميزان حسناتي ويجعله في ميزان حسناته ان هو سمع لحد هنا. اوريكم الفيديو ونقفل باذن الله عز وجل. يلا بسم الله. الصحبة التي تختار، أنت حصاد نفسك، حصاد الكتب التي تقرأ، وحصاد الصحبة التي تختار، وحصاد الصوت الذي تسمع، وحصاد الخطوة التي تسير، حصاد اليوم الذي تعيشه، وحصاد البيئة التي تشكلك. أنت الذي تختار مأواك، فإما القاع وإما السماء. طبعا خلصنا الفيديو، معلش طولت عليكم جدا. لو حد محتاج اي حاجه مني وانا اقدر اساعد انا موجوده يعني. بس كده. سلام لقلوبكم ايها المحاولون. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في النهايه ابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. سلام الله عليكم أيها المحاولون.